دي احلى واسهل تحلية باردة ممكن تعمليها في حياتك بمكونات موجودة في كل بيت. احنا في الحر ده محتاجين ايه غير وصفة باردة ومنعشة ولونها يفتح النفس؟ النهاردة هنعمل كيكة الجيلي بالفواكه، سهلة جدا وسريعة ومنظرها تحفة كأنها في محل حلويات غالي. قطعة واحدة منها كفاية تنعشك وتخطف قلب اي حد يدوقها. يلا نشوف جهزناها ازاي. بصي، تجيبي اي فاكهة عندك. انا كل متوفر عندي تفاح. قطعت التفاح كده مكعبات صغيرة ننزل بيهم بقى في الطبق. وجبت خوخ برضو قطعته مكعبات، وعنب بننزل بيه زي ما هو كده. خلاص نقلبهم بقى تقليبه كده كويسة ويندمجوا مع بعضهم، ونركنهم على جنب ونجهز بقى ايه الخليط التاني. جبت كوبايتين من المية المغليين، وباكيتين من جيلي الفراولة اللي هو من دريم، وننزل بيهم الاتنين. وبعد كده نجيب كوبايتين من المية متلجة، يفضل ان يكون فيها مكعبات تلج، وننزل بيهم اتنين ونديهم تقليبة كده كويسة. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وتشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة، وتعملي لايك. اوعي تنسي اللايك، تعملي شير لو عجبتك الوصفة. جبت بقى بسكوت بالشوكولاتة وكسرته ونزلت فيه تحت اول طبقة. بعدين ننزل بالفاكهة، اي فاكهة متوفرة عندك، اي حاجة. بصوا خطيرة. ننزل بقى بكمية الفاكهة اللي احنا عملناها كلها. لازم تقومي تجربي الوصفة دي وتقولي لي رأيك في الكومنتات. هي سهلة جدا ومكونات كلها متوفرة في البيت ومنعشة في الصيف ده خطيرة. ننزل بقى وندخلها بقى الفريزر. انا سبتها الليلة كاملة، يعني احنا كنا بالليل. تاني يوم بقى الصبح طلعتها وقطعتها، كانت خطيرة كده. خلاص بقى نرفعها نعينها بقى في التلاجة، وكده خلاص تاني يوم بقى نقلبها. شكلها خطير، متماسكة وخطيرة كده. الوصفة خلصت، شايفين سهلة ازاي؟ مع السلامة.